بعد ما خلصوا في اسكندريه قال لك اتجهوا الى كفر الدوار. لما راحوا لكفر الدوار هنا بقى انت فين يا عرابي من كل اللي بيحصل ده؟ عرابي بيجهز الناس عشان خاطر يروح لمكان يبقى سابق انجلترا عشان يخرجهم بره البلد. فقام رايح الخديوي توفيق، قام رايح مطلع قرارين وقال له يا استاذ احمد يا عراب. قال له نعم يا باشا. قال له اولا حضرتك ما تستعدش للحرب قدام انجلترا. اثنين قال له تجيلي الى سرايا قصر النيل واديك التعليمات. انت لسه هتديني التعليمات ده تكون انجلترا جت احتلت القاهره. فيقول لك بقى كان ايه موقف عرابي؟ عرابي يقول لك لا انا مش رايح. رفض ان هو يروح له واتهمه بانه محابي مع انجلترا، منحاز لانجلترا يا خديوي توفيق. فالخديوي توفيق انت بتتهمني؟ حاشا لله، ده انا بقول الحقيقه بس. فالخديوي توفيق بيقول لك اعمل ايه زي ما تكون حجه كده صغيره. فشاط الراجل وقام مطلع قرارين. قال لك اولا اصدار الخديوي توفيق بعزل عرابي من وزاره الحربيه، شالوا خالص من الوزاره. طب اثنين قال لك راح حذر الشعب المصري بعدم الانضمام لاحمد عرابي. ليه؟ لانه عاصي الاوامر. انت مطلعني من مظهر العاصي دلوقتي. يعني عرابي عصى اوامر مين؟ الخديوي توفيق. فدي كانت مشكله كبيره. طب انت جاي تعزلني فعلا وبريطانيا جايه؟ طب مين اللي هيقف قدام بريطانيا؟ قال لك محدش. فطبعا الشعب المصري كله قال لك يروح ما بعدك روح، سيبك من خديوي توفيق وتعالى ننضم لمين؟ للعراق. وقامت معركه في كفر الدوار قدرنا من خلالها نصد الهجمات اللي كانت جايه علينا وخرجناهم بره. بعد ما خرجناهم دي المشكله وديناهم على اسكندريه ومن اسكندريه طلعناهم بره. المفروض انجلترا تمشي، لا ده حصلت المشكله الثانيه. الناس دي لفت وراحوا من عند قناه مين؟